في كل مكان، طاب مساكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه تحية طيبة لكم من هنا من مكة المكرمة، حيث أطهر بقاع الأرض، والحدث دوري أبطال آسيا على أنغام موسيقى دوري الأبطال، والتي استمع إليها نجوم الوحدة للمرة الأولى في تاريخهم. قبل لحظات قليلة يخوض لقاء من أجل اللعب هذا الموسم في هذه البطولة القارية. أيها اليوناني دونيس، الوحدة فرسان مكة الأبيض والأحمر المارد، يقابل هذا المساء القوة الجوية العراقي، الفريق الذي يحل ضيفا من أجل مقابلة الفرسان في لقاء الملحق الآسيوي واللحاق بركب البطولة القارية. حكم مواجهة الليلة السيد عمر اليعقوبي الذي يأتي من سلطنة عمان، والذي يقود هذه المواجهة سمير المعرفي، واصفا معلقا يصطحبكم في هذا المساء الآسيوي ديمتري تفيف، حائط صد، الكل يترقب والصافرة قد جاءت. ديمتري يرسل كورة، الله، راية من ديمتري، قوية من الاسترالي، العارضة وقفت في طريق الكرة الماضية. أولى المحاولات كانت من جانب الاسترالي، متقنة قوية سريعة. العارضة هذه المرة تقف ضد الوحدة وتبعد المحاولات والكرات إلى خارج أرضية الملعب. عزازي من الجانب الأيسر، مر لعب كرة بينية، حسين الأيسر، وين اليعقوبي، وصلت لدى على حجي بالذكاء يبحث عن الياكاتي من خلال مرئيات ومجريات ومعطيات ما قبل اللقاء، وأيضا من خلال دقائق 20 تمر في الشرايع. لا زال التعادل السلبي هو العنوان الأبرز، هو العنوان الأكبر حتى الآن. هل هنالك لمسة يد على مصطفى محمد؟ غابت عن عين حكم اللقاء العماني الفردية، لكنه بعد ذلك كرة استخلصت. ياكاتي استلم، الله 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 الله. الفرسان يطلقون العنان في آسيا الآن. يوسف ياكاتي يضرب هدفا أولا للوحدة. شوف الكرة الماضية، أخذها نياكاتي وضرب بالقدم اليسرى، هدفا أولا للوحدة. الوحدة يتقدم، الفرسان يطلقون العنان في آسيا الآن، واحد مقابل لا شيء، وبأقدام يوسف نياكاتي. الله على هذا الهدف. هذه العناصر التي تملك الخبرة وتملك السنوات بجانب منتخب العراق، أكيد أنه الوقت مبكر، يبحثون عن العودة. كرة خطيرة، وبعد ذلك تعتلي من جانب محمد علي عبود المهاجم والهداف الذي كرة اعتلت يا أيوب وذهبت بعد ذلك إلى ركلة مرمى. هذه المحاولة الأولى، هذه المحاولة الأقرب والأخطر من جانب القوة الجوية، مرت واعتلت إلى خارج أرضية الملعب. على حجي، كرة أطول من اللازم، لذلك وصل لدى فهد طالب، وحسين الأيسر حاول اللحاق بالكرة لكنها بعد ذلك مرت إلى ركلة مرمى. برافو، روح عالية من حسين الأيسر، إصرار، محاولة لحاق بالكرة بعد ذلك مرت. إذا أيها السيدات والسادة متابعينا عبر KS سبورتس، صافرة نهاية الشوط الأول، ناجح يا دونيس بتقدم الوحدة بهدف جاء عن طريق هذا اللاعب يوسف نياكاتي. واحد الوحدة لا شيء القوة الجوية العراقي. الآن ننتظر صافرة العماني عمر اليعقوبي. الوحدة و45 دقيقة
اللقاء ويقدم وحدة مختلف في لقاء الليلة، يقدم وحدة مغاير عن ما كنا نراه في الأيام الماضية. يلا حافظ أبعدها، الخطأ ممنوع، الخطأ مرفوض في هكذا مكان وهكذا موقع. وضربات نياكاتي كفيلة بإنهاء اللقاء ومنح الوحدة بطاقة العبور. ديمتري يقف على التنفيذ، أحمد إبراهيم يعطي التوصيات لزملائه. ديمتري يلعب كرة عالية وارتقاء ويسلموا والكرة تبعد بعد ذلك بأكمل وجه من خلال الدقائق واللحظات الماضية. واصل بعد ذلك على الجانب الأيمن، عمل كبير للإدارة الوحداوية، عمل كبير في البيت الوحداوي، يبحثون عن أن يستمر. هذه خطيرة، وقع المحظور، وقع المحظور وسجلوا في الوقت البدني الضايع. الليلة لم تنتهي، الليلة لم تفوت. أيمن حسين يأتي بهدف في هذا التوقيت، بهدف في هذه الدقائق. الليلة لم تنتهي، ليس بات، هكذا قالها أيمن حسين. قلت بأنه خطير، حذرت منه الكثير، قلت بأنه لا يترك، قلت من ربع فرصة. كيف وصلت، كيف سجل، كيف بعد ذلك الشباك اهتزت. لقطة تذهب بنا إلى الأشواط الإضافية، تذهب بنا إلى الوقت الإضافي. يبحث عن كرة يصل من خلالها إلى أيمن حسين ونجح في ذلك. انتهى الوقت بدل الضايع، نذهب إلى أشواط إضافية. ليلة الشرايع لا زال بها بقية. عودة ثالثة لكم أيها المشاهدين الكرام عبر قنوات كيس سبورتس هنا في لقاء الوحدة والقوة الجوية. أشواط إضافية، دقائق الاستنزاف اللياقي والجهد الإضافي، الأمر الذي تحدثنا به في شوط لقاء ثاني. كرة تلعب، أيمن حسين استلم، أيمن حسين دار، أيمن حسين خطير خطير خطير، برافع ويشير. يا لخطورة هذا المهاجم عبد الله العويشير، ينقذ الوحدة من خطورة أيمن حسين. شوف استلم، شوف بعد ذلك بمهارة مر وسدد، والعويشير ينقذ مرمى الوحدة على مرتين. لا يترك وحيدا ولا يترك مثل هذا ليواجه مرمى في مرتين. أبعدها من حلق المرمى، شوفها شوفها شوفها، يا أحلى كرة في غاية الخطورة. نعم، كرة كانت مقلقة للغاية، معها ضربات القلب قد ازدادت، تسارعت لدى الوحداويين، لكن عويشير يبدو أنه هو الورقة لدى دونيس. هنالك راغد نجار في قائمة البدلاء لدى الوحدة. هي دقائق ونذهب بعد ذلك للوصول لحسم أمور هذا اللقاء بركلات الترجيح. محمد القرن استعادها، الكرة بعد ذلك ذهبت، أخيرة ليس هنالك من أخيرة، الصافرة جاءت. هيا بنا إلى ركلات الترجيح، هيا بنا من أجل حسم أمور لقاء الوحدة والقوة الجوية في الملحق الآسيوي. نعم، ركلات الترجيح هي الحاسمة في الشباك وسجل أول الأهداف. يلا يوسف، يلا يوسف، يلا يوسف، الله! أولى موفقة للوحدة، أولى في الشباك للفرسان عن طريق يوسف نياكاتي. أولى الكرات عانقت الشباك. الآن دور العويشير، هي على اليمين يا عويشير، روح له يا عويشير. اللقطة الآن والكرة، نعم 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 نعم، كانت على اليمين
صيدها يا وشير، صيدها يا وشير، واصطادها عبد الله والوحدة يتقدم. يلا محمد ركلة ثانية، حطها. لا 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 لا، قايل لك القوة مش حالية القرني، القوة مش حالية القرني، قايل لك يا محمد القوة مش حل. لماذا تستخدم القوة وتضع الكرة بعيدا بهذه الطريقة؟ اهدى شوي، حطها بهدوء، استخدم القوة. هنا البديل أمجد راضي، وشير يجيبها ولا القائم يصدها. يلا يا وشير، عادل القوة الجوية، عادل القوة الجوية. التعادل حاضر، حاول بها لاوشير ولكنها بعد ذلك وصلت إلى الشباك. عبد الكريم هل يمنح التقدم مرة أخرى للفرسان؟ يرسل كورة، التصدي لمحمد صالح لكي يتصدى لركلة الوحدة الثانية. قفز خطوات واصطاد في الطريق. حسين جابر الآن على التنفيذ، وعبد الله لاوشير الكرة الثالثة. حسين أرسلها، هدف يتقدم من خلاله القوة الجوية. أصبحت 2-1، أصبحت 2-1 في غاية الصعوبة. أرسلها وبعد ذلك عانقت مرمى عبد الله لاوشير. يجب أن يأتي بها ولا تهدر. مشاري مشاري مشاري، موفقة للوحدة. والآن على لاوشير أن يستجيب لهذه الصرخات ويصطد لكرة القوة الجوية القادمة. شاري يبقي أمال الوحدة، القحطاني يبقي البطاقة. وشير ونظرات، وشير وكرة من أجل التصدي. وشير لا تغير، لا تغير اتجاهك يا وشير، هي ذهبت لذات الاتجاه وتقدم القوة الجوية مرة أخرى. 3-2 في الوقت الذي غيره عبد الله لاوشير. يا هزاء، وكرة من أجل إبقاء الأمل. هزاء، هي ليست بليلة الوحدة. القوة الجوية يصل إلى دور المجموعات، يصل إلى المجموعات الثانية، يصلون إلى الشارقة، يصلون إلى الإمارات. ركلات الترجيح كانت قاسية، كانت قاسية على الفرسان، كانت قاسية على أبناء مكة. ليلة كان فيها الوحدة أقرب، لكن بعد ذلك الابتسامة جاءت والبطاقة جاءت للقوة الجوية العراقي. هارد لك للاعبين الوحدة، قدمتم مباراة كبيرة، قدمتم لقاء كبيرا، اجتهدتم من خلاله، حاولتم الوصول إلى أبعد من ذلك، لكنها لم تكتب للوحدة، لم تكن للفرسان هذه الليلة. هارد لك لعشاق جماهير الوحدة في كل مكان بعد ليلة طويلة. تهانينا للقوة الجوية، تهانينا لعشاق هذا النادي، تهانينا لمحبي هذا النادي. وصول فريقهم إلى المجموعة الثانية بجانب الشارقة ديركتور الإيراني باختكور الأوزبكي. ليلة كانت طويلة والابتسامة كانت في الأخير للقوة الجوية. هذا الوحدة قادم أجمل وأفضل بإذن الله. فهد، كنا نأمل نتمنى أن تكونوا بألوان الوحدة هذه الليلة ووصول للفرسان، لكنها لم تكن كذلك. كلمة لك والمزيد لديك هنالك برفقة المحللين الأعزاء الخبراء في الاستديو. أما أنا على أمل اللقاء بكم في مواعيد كروية قادمة بإذن الله تعالى. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكر على كل حال. قدرنا نخطف يعني نقاط المباراة بركلات الحظ، هي ركلات الحظ، وقدرنا نتفوق بركلات الحظ. فريقنا بالشوط الأول كنا يعني بجوز نازلين بدون تركيز، بس الله وفقنا الشوط الثاني قدرنا نغير النتيجة، نتعادل مع الفريق الوحدة السعودي. اتمنى لهم كل الموفقيه، هم لعبوا مباراه يعني جيده، كانت المباراه نديه بين الفريقين الشوط الثاني، بس حصلنا فرص
كثير يعني الشوط الثاني، قدرنا يعني من فرصه واحده نسجل هدف ونتعادل، وطلعنا متعادلين وفزنا بركله الحظ الحمد لله. ليش كنتوا سلبيين الشوط الاول؟ والله تعرف انت يمكن رغم الظروف اللي مرت فينا جزء الصعوبه يعني بدايه المباراه، طريقه اللعب مالتنا يعني تختلف، بس الشوط الثاني قدر المدرب ان يوضع اوراق يعني اللي يحتاجهم، وقدر الله يوفقنا ويوفق اخوتي اللاعبين الكادر التدريبي. مبروك للجمهور نادي القوه الجويه، مبروك للشعب العراقي، ان شاء الله نظهر بمستوى يليق بنا بطوله اسيا ان شاء الله. الحمد لله على كل حال، قدمنا ما نقدر عليه، مثل ما قلت الشوط الاول قدمنا كل ما نقدر. الشوط الثاني عامل لياقه اثر علينا الصراحه، والهدف جاء بوقت متاخر. الشوط الاضافيه الثانيه ما قدر ندافع الى اخر رمق، لكن الحمد لله على كل حال يستاهل فريق القوه الجويه، قدم مباراه كبيره، الله يوفقهم في القادم. دونس غير اشياء كثير في الفريق، في وقفه الفريق، في شكل الفريق. دونس مدرب الفريق غير اشياء كثير ايجابيه طبعا. صحيح. اللي شفناه اليوم، ايش الابرز الاشياء اللي حسيتوا بفرقها؟ تكاتفنا في الملعب الصراحه، ما كان في روح المباريات اللي في الدوري اللي راحت، فقدنا الروح فيها، عشان كذا كنا نخسر في نتائج كبيره. الحمد لله اليوم توفقنا، وان شاء الله نقدم في الدوري، عندنا 5 مباريات مهمه الصراحه، والله يوفقنا فيها ان شاء الله.